أهلا ومرحبا بكم في خلاصة الكلام. الحقيقة صحينا على خبر، الحقيقة إن هو يعني زعلنا كلنا لأن الكابتن حسام غالي علينا جدا، والحقيقة إن صحتك ما بقتش تستحمل الكلام دلوقتي يا كابتن حسام، فحاول تحل الموضوع بتاع زوجاتك ده لأن الموضوع شكله هيكبر وهيورم يعني. الحقيقة بيقول لك إن الكابتن حسام كانوا قاعدين في أحد الكافيهات سهرانين، وطبعا هو اليومين دول بيستجم في الساحل الشمالي والأولاد والقصة جميلة والأمور حلوة. وفجأة زوجته الأولانية دخلت الكافيه وبقوا قاعدين جنب بعضهم، وطبعا كل واحدة منهم عينيها بتطق شرار اللي موجودة معاه واللي هي التانية. والحقيقة اللي انضاف لنا حاليا ان المحامي بيقول لك ان الزوجة الأولانية اللي هي أم أولاد الكابتن حسام لسه على ذمته. الحقيقة كل واحد منهم كلمة من هنا كلمة من هنا، قامت كل واحدة قامت قايمة ماسكة التانية من شعرها وشد شد اضرب اعمل سوي، الدنيا اتلمت والأمور بقت كذا، وبقى ده بيتدخل وده بيتدخل واللي مش عارف يقول والكلام ده، والأمور وسعت قوي قوي قوي. وقامت الزوجة اللي هي أم الأولاد دي قامت طالبة النجدة، وبالفعل النجدة جت. ولكن في الوقت ده كان الكابتن حسام الحقيقة جاله إغماء وأغمى عليه ونقلوه إلى المستشفى. والحقيقة ربنا يطمنا عليه ان الكابتن حسام غالي علينا مدير الفني للمنتخب المصري. والحقيقة فرصة ان انا عايز اتكلم في الموضوع ده بالمرة. الحقيقة اللي انا شايفه اليومين دول ان الكابتن حسام مش شكل اللي بيحصل دلوقتي يا جماعة. يعني الكابتن حسام انت مش شكل الكلام ده يا كابتن، لا شكل السوشيال ميديا ولا شكل انك تطلع على التيك توك والكلام الفاضي اللي بيحصل ده. انت مش شكل الكلام ده خالص. يعني كون ان المدام معجبة بالكلام ده وعايزة تعمله، انا شايف ان انت مش شكل الكلام ده خالص. انت ووضعك حاليا كمان ما ينفعش. فالحقيقة انا شايف ان انت بتعمل حاجات اليومين دول ما يصحش ان انت تعملها، بتقلل منك مش بتعليك، بتنزل منك ما بتطلعكش. فالحقيقة يا ريت تشاور نفسك في الحتة دي، وبما ان دي حاجة حصلت فهي فرصة ان انت ممكن تراجع نفسك. لان اكيد لو انت الموضوع على قد ان انت الزوجة التانية ما بتشوفش الحاجات دي قدامها على الميديا، ما كانش الموضوع هيبقى بالطريقة دي. يعني لو الموضوع على قد الحاجات دي بتحصل ما بينكم وما بين بعض في البيت او الكلام ده كله، فالموضوع هيبقى عادي. فانا شايف ان هي فرصة ان انت تراجع نفسك، ان انت تحاول بقدر الامكان ان انت تقلل من الموضوع اللي بيحصل على الميديا. خصوصا ان انتوا لما بتطلعوا يعني بيحصل بعض الحاجات والتجاوزات اللي هي شكلها مش كويس، وحاجات بتستفز الناس. في ناس كده شكلها ما ينفعش ولا يوحي ان هي تتعمل، تبقى قليلة. انت مش شكل الحاجات دي. طول عمرك انت والكابتن ابراهيم دغري، وطول عمركم رجالة في الملعب وبره الملعب. فالحقيقة اللي انا شايف ان الوقت اللي بيفصل ده يا ريت انه ما ينفعش. يا ريت تراجع نفسك، واشكركم والسلام عليكم ورحمة الله.